كفايه بقى خيابه وعمالين نشتري حاجات بالغلا والكوى. كوبايه الجبنه ب 75 جنيه الصغيره، طب ازاي يعني؟ ده انا عملت لك بال 75 جنيه دول حبه جبنه محترمين بطعم ونكهه لا يعلى عليها، حاجه كده فاخر من الاخر لسندوتشات المدارس وللفطار ولشوات الفطاير، حاجه كده روعه والله العظيم يا جماعه، سهله وبسيطه وبيور، كلها طبيعيه ما فيهاش اي مواد صناعيه. تمن كوبايه واحده عملنا 3 كوبايات بالمنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، حاجه تحفه، كريميه وناعمه وجميله وواخده نكهات تحفه، تستاهل بقكم. يلا بينا على الطريقه والمكونات. اول حاجه هجيب فلفل احمر كده اللي هو الفلفل الارناؤوطي البارد، واحط عليه شويه زيت زيتون وادخله في الاير فراير اشويه، او احطه في الفرن، او زيت عادي لو عندك زيت عادي مش زيت زيتون. جبت كده جبنه قريش، خرطه جبنه قريش، تمام. هي دي بقى البطل بتاعي، ما انا بقول لكم حاجه بيور وحاجه مغذيه وهتبقى جميله لاولادنا جدا صراحه. ولادنا ما بياكلوش القريش كده. بصوا هضيف عليها ايه بقى، هضيف عليها كوبايه زبادي اللي هو الياغورت، وممكن نص كوبايه حليب، بس انا بدل كوبايه الحليب تاني ضفت كوبايتين زبادي. شوفوا التكلفه دي كلها مش هتطلع بتمن، يعني يا دوبك تجيب 8 كوبايه. حطيت شويه ملح صغيرين، وحطيت حته قشطه، وش الحليب معلش ما جاتش في المقطع، وهضرب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه يتخلط بقى معايا كده، ويبقى كله قوام بقى ممتزج وكريمي وحاجه تحفه كده. وبعدين عشان اخليها بقى كريمي واخليها ناعمه، انت ممكن تاكلها كده، عشان اخليها ناعمه وكريمي وتبقى زي السبريد كده، عارفين الحلاوه السبريد اللي بنعملها، لازم بقى اضيف ايه، انا بوريكم ان هي كده بصوا زي الفل. لازم اضيف بقى زيت عشان الزيت يديني ليها قوام ناعم وحرير وكده. انا بقول لكم كده تنفع تتاكل اهي. خلاص والخلاط بقى شغال او الكبه بتاعتك شغاله، هتفتحي كده البق بتاع الخلاط وهتنزلي بسرسوب زيت كده. هناخد حوالي نص كوبايه زيت او اقل من تلت لنص كوبايه على حسب ما تلف معاكي وتنعم معاكي وتبقى ايه مترابطه كلها. ما نكترش الزيت قوي وما نقللوش قوي. هي اخدت معايا تلت كوبايه زيت. خلاص واضربي بقى كويس جدا، هتطلع معاكي حاجه تحفه. طيب انت بقى كده خلصنا اهو. عايزه تضيفي لها نكهات، هي كده تتاكل عاديه. حطيت زيتون، عايزه تحطي قطع سلامي حطي. انا حطيت بقى الفلفل اللي انا شويته، بشيل القشر بتاعه بحطه، بيديها لون وطعم ونكهه حلوه قوي. عايزه تحطي بسطرمه حطي، عايزه تحطي جبنه رومي حطي، عايزه تحطي شيدر حطي. بتبقى سبريد كده بطعم ايه، الرومي بطعم الشيدر بطعم البسطرمه على حسب ما انت عايزه. انا نزلت بالفلفل الرومي. خلاص وهضرب بقى تاني الفلفل الرومي مع الزيتون، وكنت طبعا نازله بسنه ملح صغننه خالص. وهتديني بقى ايه الجبنه الكريمي ام قشطه التحفه دي. قشطه كده وش الحليب كنت ايه معيناهم كده، كنت محوشاهم من وش الحليب بعد ما اتغلى. بس خلاص كده وصفتي جهزت. خدت منك ايه ثانيه الا ثانيه، ما خدتش منك وقت خالص. بصي بقى الجمال بقى، هوريكي بصي كريميه ازاي. طبعا لو انا عندي الكوبايات الطويله دي كنت حطيتها لك مليتها لك، هتلاقيها تملى حوالي 3 كوبايات. بصوا الجمال تحفه. وشويه الزيت ربطوها وخلوها ناعمه وجميله. شوف القوام بتنزل تقيله ازاي، زي فكره النوتيلا لما عملناها مع بعض، وكنت انا اول واحده على السوشيال ميديا من 8 سنين اللي عملتها بحته الزيت، ان انت تربطي الشوكليت بالزيت بكله وتنزل معاكي متجانسه وناعمه. ادي بقى اهي الجبنه بتاعتي خطيره. نكهيها باي حاجه، اعمليها باي طعم محبب ليكي، هتبقى سهله وسريعه. عايزه تحشي بيها باتيه كرواسون، تعملي بيها الفطاير السريعه، تعملي بيها اي نوع من انواع الفطاير اللي احنا عملناها مع بعض، هتبقى في منتهى الجمال. المولتو بقى البازز كده بيبقى بالجبنه دي حاجه تحفه. هنزل بقى برشه زعتر او حبه البركه او اي رشه انت او اي حاجه انت تحبيها. وهنزل كمان برشه بابريكا كده على الوش. وصحتين وهنا وبألف هنا وشفا على قلوبكم. اعملوا الحاجات الجميلة ديت. بس دي على فكرة مدة صلاحيتها في البيت في التلاجة ما تزيدش عن 3 ايام. طبعا نزلت برشة زيت زيتون، لو مش عايزة خلاص 3 ايام بس في التلاجة. اكتر من كده ما تعمليش كميات كبيرة عشان ريحتها بتطلع، لان ما فيهاش مواد حافظة. دي حاجة بيور طبيعية مغذية بدون اي مواد حافظة ولا الوان صناعية نهائي. حتى اللون الصناعي اللي استخدمناه هنا كان الفلفل الارناؤوطي اللي اداني ليها ريحه شكل الجبنه زي المش كده او الجبنه المحمره. شايفين القوام ناعم ازاي وجميل تحفه. هنجربه بقى في العيش ونشوفه كده بيتفرد معانا في العيش ولا لا. بسم الله.
يلا بقى اعملوها وعام دراسي سعيد، وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله انتظروا مني اللانشون بطريقتنا المميزة اللي هيعجبكم. هنعمله لانشون فراخ ولانشون لحمة ان شاء الله قريب جدا جدا، ربنا ييسر. ويا رب كده يجعله عام سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية، ويا رب ينصر إخواننا ويحفظهم ويرفع الغم عن الأمة ولا يرينا فيهم سوء، ويحفظ مصر وسائر البلدان. وما تنسونيش في كومنت حلو زي قلبكم، قولوا لي الوصفة حلوة ولا ملتوتة. واترككم في رعاية الله واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغلى وأحب أخوات لي.